دلوقتي شخص مميز اللي معانا النهارده حد عارف يجيب نفسه. دكتور صيدلي بس شرحه الحقيقي كان ان هو يساعد الناس ان هم يكتشفوا نفسهم ويتعلموا مهارات جديده. كان رئيس اتحاد الطلبه في جامعه الدلتا، قدر من خلال المشاريع اللي قادها يكتشف مهارات كتيره في التريننج. النهارده هيكلمنا عن الوعي الذاتي وازاي نختار المجال بتاعنا صح ونكون شاطرين فيه. كمان هيشاركنا خبرته في الفريلانسنج والبيرسونال ده. رحبوا معايا الدكتور احمد عوض. الكلام الكبير ده بس انا بصراحه مش عارف اقول ايه بعد الباشمهندس قاله حقيقي يعني، وحابب ابدي احترامي على وقتكم. اكيد انتم يا اما سايبين مذاكره يعني جايين تطوروا نفسكم وهربانين، عارف ده بس يعني هنشيلها يعني. وانا ممتن برضه لوقتكم ان انتم توقعتوا جايين تسمعوا مننا حاجه. الحقيقه وانا جاي في الطريق قعدت افكر كده ايه اللي ممكن يتقال في 40 دقيقه نتكلم فيه عن السيلف اويرنس، ايه ده انا وبعدين جاي اقتراح ان احنا نمشيها سؤال وجواب. بس مين يسال مين وليه؟ انا اللي هسال. هو زمان بيقولوا طريق غلط على فكره، جايين نسمع تسال ايه بس هو الحقيقه توبيك زي سيلف اويرنس ده محتاج الاول كده افهم تعريف حضراتكم هو يعني ايه سيلف اويرنس. حد يحب يشاركني؟ انا مش عايز الترجمه، انا بعرف اترجم. انا عايز الديفينيشن، يعني وات از يور اباوت السيلف اويرنس. يس اللي ابقى عارفه بالظبط ايه اللي انا عايزاه، احدد اهدافي وعارفه واجباتي طب انت عارف الكلام ده؟ كفايه التعريف. لان حد من الرجاله يحب يشارك. تقدر الله اتفضل. اعتقد ان انت تبقى عارف انت مين بالظبط، هتعمل ايه في الحياه، مهمتك ايه، وظيفتك ايه، حابب تكون ايه مثلا، تبقى عندك بلان حياتك عموما، تبقى عارف نفسك وامكانياتك، وبالتالي تبدا تعمل بلان على الامكانيات دي، ده اقدر اوصل لفين مثلا، اخر فين، وبعد كده امشي بقى في الطريق ده. جميل. مين بيعمل كده؟ اعتقد قليلين، بس الناس بتاعتك، الناس الناجحه اعتقد بتاعتك. لو احنا جينا بصينا على السطح كده، ايه اكبر مشكلتين في مجتمعنا العربي والمصري خصوصا؟ الكارير شيفت والطلاق. ما بعرفش عليه. يعني وسط كل 10 زيجات واحده بتعدي. ده رقم مرعب. بص حضرتك، وباي ذا واي مش معنى ان البيت مقفول عليه فهي زيجه ناجحه. انتوا عارفين كده؟ ومش معنى ان الكارير مقفول عليه هو كارير ناجح. بس احنا بنخاف نواجه الحاجات دي، وبالتالي بنعيد نفس الباترن بتاع اللي قبلنا. بس انا مش جاي هنا اتكلم في مشاكل كونيه. عايزين نفكر سوا كده. هو ايه اللي ممكن حصل خلى ان دول يبقوا اكبر مشكلتين في المجتمع؟ عمرك فكرت في السؤال ده؟ طب ليه الدنيا جنبي؟ ان احنا من واحنا صغيرين احنا بنتربى مش عارفين احنا اصلا شاطرين في ايه. نخش المدرسه مش عارفين احنا شاطرين في ايه، موهبتنا في ايه. نخش المدرسه نمشي بالمراحل الدراسيه، محدش بيدور او الابهات مش بيمشوا في فكره التربيه ان انا ندور الطفل ده هو اصلا شاطر في ايه. فبنفضل بقى نيجي الجامعه احنا مش عارفين ان هو ده المجال اللي احنا بنحبه ولا هو مش هو ده. طب احنا هنروح فين كده. ده بالنسبه للمجال، بالنسبه للطلاق. بقول عليه بس لا لا بالواحد. ايه؟ الافلام. برافو. يس. ان احنا بنصاب
يعني التربيه بتاعتنا انا مش خالص كلمه بص هو انا من وجهه نظري المتواضعه يعني كلمه السر بتكمن في الوعي. انا متخيل معاك انه انا واحد عندي 17 واحنا واحد في ثانوي عندنا مثلا واحد عنده 17 سنه مطلوب منه ان هو ياخد قرار انه يدخل جامعه او كليه تقريبا هيشتغل بيها شويه سنين حلوه من عمره. وبعد ما يخلص هذه الكليه مطلوب منه ياخد قرار يكمل مع واحده او هي تكمل مع واحد بقيه الفتره الجايه من عمرها. دي تو ديسيجنز مرعبين جدا على فكره. يعني هو مش فكره انه يلا جه عليك دور يلا خش جامعه. موضوع مرعب. فكان المشترك ما بينهم حاجه واحده. انا مين عشان اخش الكليه دي؟ في الغالب يبقى بر والدين يا اما حماد بن خالد مش حاجه تانيه. ولو رحنا للجواز جه عليك الدور في تعبير ولا عايز تعدي خلاص. وكأن عارف كده في تمبلت عدي فاهم؟ يجي على الدور يلا دوت حاجه الدودة تكبر تتكاثر تسنن تولد تموت بقى معروفه. بس فعلا ما حدش وقف مره وقال ليه؟ عشان هو سؤال بيخض شويه مخيف ومخنا ما تعودش ان هو يسال النوع ده من الاسئله. عشان كده لو سالته النهارده اللي قاعد كام واحد من حضراتكم مبسوط في الكليه اللي هو فيها؟ ما ترفعش ايديك بتحسب. ما 2 3 اصلا مصطومين فخليهم قاعدين فيه. طب ما ده شيء بيخوف. فاللي انا عايز اتكلم فيه النهارده ولا نظريات ولا ابحاث ولا كلام كبير. انا هقول معلومه واحده وهفتح المايك للاسئله وهشرب القهوه واروح. بس انا ادعو ان الكلمه دي تفرق. لو حضرتك رحت سوبر ماركت او مول او هايبر ماركت هتجد ان انت واحد من الاثنين ما لهمش تاني. في واحد بيروح يجيب العربيه بتاعت التسوق دي ويخش مثلا ليتس سي انت رايح تجيب دريس. بعد كام محل تشتري دريس؟ 19 45000. طبعا الكلام مش ليك. نخش حلو هات ده هو على هات حلو يلا. هم لا ليه؟ علشان في احسن. فانا هبص طب هبص بصه ومينك. بتقولي الجمله دي تقريبا كل 4 كيلو متر مربع من الشارع. دي نسيتي اصلا دي فيه هتروحي لمين فيه؟ سعي ورا ايه؟ البيست تشويس احسن بيست. ده الحقيقه احنا بنسميه الماكسمايزر. الواحد اللي عايز اجمل حاجه في كل حاجه. في واحد تاني قنوع قوي. هي بتدخل مش هي بقى هو بيدخل المحل عايز قميص عايزه بتاع عايز قميص. ايوه ولا لا؟ قميص. كلمه كمان هضرب. التاني ده بديه قميص اروح بيه وهدوق التاني اصلا هكسره بالبول عشان اتفرج على دماغي. ده راجل قنوع شويه متواضع بنسميه الساتسفاير بيرضى بقليل. طب هل من وجهه نظر حضرتك وحضرتك الماكسمايزر هو الافضل ولا الساتسفاير هو الافضل؟ هو احنا سمعنا السؤال فكرنا فيه شو ده انت سوبر مان. يعني السؤال بيتسال فكرت وحليته وجاوبت. ده عايز جدا. طيب الماكسمايزر مين اللي موافق على الماكسمايزر في الدفاعين؟ نزل. مين اللي موافق على الساتسفاير كده الدفاعين؟ طب مفيش حد رفع ايده في اي حاجه. ده ما بيجيبش الجول؟ ده شو السبب؟ طب بوجهه نظركم هيبقى ايه طيب؟ على حسب ايه بقى؟ ممكن نسمع بعض بس؟ والله يا باشمهندس ترجع لك انت كشخص. يعني مثلا انا لو انا عايز انا دلوقتي مثلا ابقى مبسوط وانا رايح افاصل مع البائع مثلا انت معاك ربع مليون جنيه في البنك راح تجيب قميص. لا يعني اصلا ان انا ادور فكره ان انا عايز ادور وان انا عايز اروح هنا واجي هنا انا مستمتع وانا بعمل كده.
انا مرتاح وانا بعمل كده خلاص دي مش مشكله. بعكس لو انا برضه مش مرتاح وانا بعمل كده، انا بس رايح اشتري دايركت على طول ومش محتاج ان انا اعمل كده. فعلى حسب انت حابب ايه بالظبط او انت حابب تعمل ايه. ماشي، على حسب الحد. مين يقول حاجه؟ يس. على حسب الافضل ليا وليس اللي هو الامثل للجميع. انا احسن اكتر حاجه مناسبه ليا، أنا ممكن يكون مناسب ليا بس مش افضل حاجه موجوده. طيب خلينا نقول حاجه كده جميله، وهو الماكسيفاير او الماكسيفايزر. هو الشخص اللي اكسبلور بعد كده بيسيلكت. في فرق شاسع بين الاثنين. اضرب لك مثال دلوقتي. لو احنا جبنا طفلين كده علي وعميد، الاثنين عندهم 5 سنين مثلا. قلنا لعلي معاك فيزا، روح السوبر ماركت هات كل حاجه انت حاببها. علي هيرجع ايه؟ يفلس ابوه. صفر. ده كل حاجه هو عايزها. لكن عبير مامتها اتلقت معاه 300 جنيه. تروح تجيب الشوكولاته اللي انت بتحبيها. فعبير هتروح السوبر ماركت تروح تعمل ايه؟ لحد ما تلاقي قسم الشوكولاتات. لو احنا جبنا كاميرات مراقبه المول من فوق كده هتجد ان علي وعبير تايهين. والاثنين شبه بعض ان هم تايهين، بس لو جيت قربت للصوره وسالت علي انت بتعمل ايه؟ هيقول لك ايه؟ عايز اجيب حاجه حلوه. طب ايه هي يا علي؟ حاجه حلوه. طب انت امتى هتبطل شركه؟ لما اجيب الحاجات الحلوه. لكن لو رحنا قلنا لعبير، مالك عبير تايه ليه كده؟ لا مش تايه، انا بدور على اسم الشوكولاته، تعرف ان هي عامله؟ اخد الطرق يمين. فعبير هتروح تبص كده معاها تجيبها 300 جنيه وقدامها الشوكولاتات بالافات، هتعمل ايه؟ هتقعد بقى ايه؟ الطعم مع المكسرات مع الكيسه مع اللون مع السماعات 300 جنيه برضه. فهترجع لمامتها وما اللي جبتها. شتان بين الاثنين في سوق العمل. احنا كلنا عاني وعاني. بس احنا كبرنا ولبسنا شيء. والفترة دي ما بندورش على شوكولاتة، بندور على كارير وزوجة صح. أنا ما بهزرش. أو زوج صح. فحضرتك لما تيجي تدور بتدور على الاوبشنز اللي في الحياة. على فكرة هي انليمتد. بس أنت عمرك ما بتقول الاوبشن اللي بالنسبة لي كويس. طب السؤال بقى إيه هو اللي بالنسبة لك؟ نلاقي ناس كده. أنا عايز حد حلو. يعني عليه كام كيلو جرام سكر يعني. أنا عايز واحدة حلوة. اللي عاملة إزاي دي؟ إيه الكريتيريا اللي أنت هتقيس عليها الحلاوة؟ وبالتالي هرجعك لأول السطر. إن الإشكالية في الأول. إحنا ما تعودناش نسأل إحنا مين؟ أو الإكستريم بقى بيبقى متخيل إنه عارف هو مين. ده أرعب. يعني الاولاني ده مريح لانه مش عارف انه مش عارف، انا عايز ادور. لكن الثاني فاهم انه عارف فقاعد ساكت وبيختار بيزد اون المعرفه اللي هو متخيل انها حقيقيه. فيبدا يختار وزن الليميتيشن اللي هو حطها لنفسه. فاهمين حاجه؟ في 5 ستيبس اقولهم لك وبها اخد باخد اسئله. هغششك كده عشان تسالني فيهم. علشان حضرتك تبقى اوير وتبني ما يسمى بالهويه او الايدنتيتي اللي انت هتختار بيها الكارير بتاعك، بتعدي على 4 ستيبس محدش بيتكلم عنها. بس بالنقطه اللي رقم 5 البيرسونال براندنج. حد سمع مصطلح الهزه ده؟ بس ايه بقى هم الاربعه اللي قبلهم؟ جسوة حد يشارك معايا كده ممكن يكون ايه الاربع حاجات اللي قبل الهويه؟ انا قلتهم كلهم. ها الفاليو والميشن. ده كلام شركات صفحه 3 في الكتاب. بياكل شركه. اول حاجه السيلف ديسكفري. ديسكفري يعني ايه؟ شاف. ودي مش كليك، دي جورني. يعني ايه؟ رحله. يعني مفيش حاجه اسمها بسيط من اول الصبح انا اكتشفت نفسي. عملت ازاي دي؟ طب نستكشف. رقم 2 بعد ما عملت الديسكفري ده هيبقى عندك يعني a little bit of self awareness. وعي بنفسي. وفي وعي بنفسي ده انا محتاج اعرف 5
معطيات حد كان بيعرفه ان شاء الله. طب خلاص اول حاجه الكارير انترست، اهتماماتي الوظيفيه، انا احب اشتغل فين؟ بغض النظر عن قدرتي احب اشتغل فين من بره. رقم 2 اشتغل ليه؟ دلوقتي الكارير فاليوز، ايه الاحتياجات الوظيفيه اللي انا محتاجها دلوقتي مش اللي هم بيقولوا لي عليه. تعالى نسال سؤال عبيط خالص، هو احنا لما بنتخرج من الجامعه بنبقى عايزين ايه؟ فلوس. مين اللي قال الكلام؟ صدمه؟ مين قال ان انت لما تتخرج من الجامعه بتكون محتاج فلوس؟ سؤال، حد من اللي كان بيقول انا محتاج فلوس يرفع ايده، اساله سؤال بسيط. حضرتك معاكي ايه صعب كام؟ كلنا عايزين، كلنا، بس هو السؤال مهم. بكام؟ بكام؟ يعني انا عايز في الشهر 2 مليون جنيه. حلو. انا بقى نجيب كام؟ عضو استحقاق قذر. معرفش جاب بايه. يبقى متخيل انه بما اني اتعلمت هاتولي فلوس. يا سلام. يا ريتها كانت كده. فانا مش بسال انا محتاج فلوس. ايوه حلو. معاك ايه يبقى يجيب فلوس. ستر والصحه، حتى الصحه راحت. ستر بس والله. بس انا محتاج فلوس. لا طبعا. في واحد تاني واعي. انا متخرج عايز علاقات، انا ما حدش يعرفني غير بابا وماما، هو ما بيشوفونيش اصلا. فانا محتاج اعمل علاقات عشان هي اللي هتسندني في الحياه. واحد تاني يقول لي لا انا عملت علاقات الفلوس هتسندني، عايز فلوس. حد كده يحتويني اجرب بفلوسه ويسمح لي ان انا اعوق، لان هو كتر خيره هيرضى. كتر خيره هيرضى ان تلعب بفلوسه، لان انت لو فلوسك مش هتلعب عند نفسك، هتخاف. فكويس قوي ان هو فتح لك باب وقال لك تعالى اهو، ده غلط تمسك فيه ما تسيبوش ده. واحد تاني يقول لي لا انا عايز اسافر بره مصر. واحد يقول لي انا عايز اهاجر. واحد تاني يقول لي انا معايا فلوس كتير اصلا وابس، عايز اعرف انا بعمل ايه في الحياه. دول 5 احتياجات وظيفيه مش واحد. فين الفلوس فيهم بقى؟ هم دول كلهم في الاخر هيقولوا ايه؟ الفلوس يا فندم. بس اللي يفرق يبقى الكارير انترست او الاهتمامات الوظيفيه. رقم 2 كام؟ لسه ايه؟ ده لسه سيلف اويرنس ايه؟ اويرنس ايه؟ ما احنا في سيلف اويرنس. احنا في الرف اللي تحت. ايوه الكارير فاليوز، الله يفتح عليك زي ما قلت بالظبط. ان شاء الله. اذن هو فين بتاع عاملها؟ رقم 3 البرسوناليتي. يعني ايه؟ لو خليني اسالكم سؤال. من وجهه نظرك العقليات العظيمه، هل في شغلانات تنفع لشخصيات وشغلانات ثانيه لا؟ انا بيعجبني فيكم الصدق. انا لسه هفكر لا اختار انت. لا ليه؟ زمان كانوا بيعلمونا في الاحياء ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عضو كده في دماغنا اسمه المخ، تسمعوا عنه؟ حلو الحته ده مش بيتقل، هو طعمه حلو على فكره بالذات، بس هو لما ربنا حطه هنا في الجسم حطه ليه؟ عشان نفكر. ايه رايك في المعلومه دي؟ ايوه. هسال سؤال تاني. هل في شغلانات تنفع لشخصيات وشغلانات ثانيه لا؟ اللي بيقول ايوه ينفع. طب اللي بيقول لا ينفع. طب اللي ميت ينفع. اكتر شيء معطل في الحياه هو اجابتك اللي انت قلتها دي. انه اصل في شخصيات ما ينفعش تشتغل في السيلز، فاهم مش كده. طب ما انت قلت مظبوط ايه؟ الحسن؟ لا على حسب. الشخصيه لا يعني مثلا هل في شغلانات اقول بقى ايه؟
الشغلانه دي تنفع للشخصيات الفلانيه؟ امال ايه بقى؟ حلو ده. هنا فصلت ما بين الحب والقدره. هو مش هيحب بس يعرف. تمام. مين له راي تاني؟ ممكن نفكر ونبحث ونشوف هل الكلام ده صحيح ولا لا الاول قبل ما نقول اه ولا لا. على حسب انت عايز ايه. لو عايز توصل للشغلانه دي هتوصل لها غصب عن اي حد. على حسب انت عايز ايه. هي مش بتفرق بين واحد والتاني. هم في الانترفيوز بيقيسوا الشخصيات؟ بيقيسوا الجدارات. يعني بيهبز. فالنهارده واحد ما بعرفش اتكلم كلمتين على بعض. بس قمت مذاكر هاو تو باس انترفيو. وقعدت قدام الانترفيو ليه؟ هيحط لي في كلمه ايه؟ الواد ده جامد. صح؟ انا اصلا شخصيتي ما بتعرفش تكون كلمتين على بعض. انا عملت ايه؟ ذاكرت. فحضرتك مثلا ما بتحبش البني ادمين. ما بتحبش البشر. تروح تصنف نفسك ان انت ايه؟ انطوائي. تروح حاطط ليبل انا انتروفيرت. فانا ما ينفعش اشتغل في الماركتنج ولا في السيلز. وبدي اشعار. ولو جالك شغلانه العمر قدامك مكتوب ماركتنج او سيلز عشان انت عارف معلومه سابقه عن نفسك انك ما تنفعش مش هتبص فيه. وهتعمل سكيل. طب ممكن اسالك سؤال في الدراسه اللي انت عملتها دي، عملتها مع مين؟ مع نفسك. ده انت حتى ما خدتش راي حد فيه. يعني زمان كنا بنقول انا واتنين اصحاب. لو عملها لوحده من غير ما يسال حد. فنتفاجئ انه وده مثال. تعال نضرب مثال بالتسويق. من وجهه نظر حضراتكم ايه اهم مهاره المسوقين لابد ان هم يكونوا بيمتلكوها؟ نعم. تواصل. هو يكون مدرك. لفت الانتباه. مرونه ومواكبه. مرونه. تكيف. كيف؟ ايه؟ عارفين ايه؟ داتا اناليسيس. داتا اناليسيس يعرف يحول الداتا لانسايت يتكلم عن القرار. لما جينا سالنا السؤال ده لشباب كتير زي الورد كلهم في جمله واحده الكرياتيفيتي. دي المهاره اللي عايزها التسويق اللي في خياله اللي هو شايفه مش اللي في السوق. فاول ما بيلاقي شغلانه اسمها ماركتنج وعايز الكرياتيفيتي مش بيكمل. مش هقدر ديسكريبشن لان انا مش كرياتيف. انا مش هقول رغم ان هو ممكن يكون سوسه في الاكسل دوده في التحليل بس انا مش كرياتيف. فانا مش هقول ده. انا بديك مثال. ده احنا بس ما عندناش في حته احنا بنضرب مثال سطحي خالص. فاجان الخمس عناصر بتوع السيلف اويرنس احنا قلنا الكارير انترست، كارير فاليوز، بيرسوناليتي. في حد فيكم بيعرف يعمل مهاره بس فيها على قلبه اللي هو مش عاملها مش العالم يقول عنها؟ ايه هي؟ التواصل مع البشر بشكل عام. بس حضرتك بتعمل ده كده بس ما تقدرش تعملها كل ساعه وكل يوم وكل سنه. وعندي ثالث فيه بس مش حاجه. اسم حضرتك ايه؟ مالك. مالك. مثلا لو جبنا مالك اللي هو ما بيحبش يتعامل مع البشر بس بيعرف وحطيناه في شغلانه زي التريننج مثلا زي الماركت زي السيلز زي البيزنس ديفلوبمنت زي اي حاجه ليها بشر احتكاك كتير. هو بيعرف يتعامل بيعرف يتواصل بس لو جينا كلمنا مالك بعد سنه في الكارير هيبقى عامل ازاي؟ ميت مستنزف. فالناس بتوع الكارير كوتشنج سمى لك المهاره دي بيرن اوت سكيلز. سكيلز خلي بالك يعني مهاره بتعرف تعملها بس تؤدي الى احتراق وظيفي. طب انا لما اعرف معلومه زي دي عن نفسي هستفيد ايه؟ تروح ليه بقى؟ اروح ليه؟ يعني انا بقرا كده 10 متطلبات لشغلانه ما انا بحلم بيها. لقيت ان 99% من اللي هم عاوزينه بشر. انا هشتغل بس انا عمري مالي هيتصل في سنه هموت يعني مش قادر اكون. بس لو جبنا مالك دوت اديناه في حته مثلا ليها علاقه بالريموت كوميونيكيشن باللغه لابتوب هيبقى احسن بالنسبه له دلوقتي
ممكن مالك بعد سنه يقول لي لا انا غيرت رايي بقيت اعرف اتعامل معاه. فنتكلم معاه بشكل تاني ونشوف ممكن نعمل ايه. حد فاهم حاجه؟ ان احنا مش اشجار. طب المهارات بقى اللي بنعرف نعملها وبنحبها سموها السيلف موتيفيتنج سكيلز. يعني هو الله لو اليوم كله تريننج انا مش هروح اروح. لو اليوم كله ديزايننج انا مش هقفل اللاب. لو اليوم كله مونتاج انا مش هروح. حد عنده الحاجه دي من المهارات؟ يلا اسود 10 دقائق قبل بعدين اسمع بقى انتوا لا اكتشفها ازاي دي قصه ثانيه. فاول علامه السيلف ديسكفري. احنا النهارده بنقول هي ايه؟ ايه بقى هي؟ انا ويندو وهنا التواصل مع لا دي نروح ليه؟ ده بالعكس دي حاجه كويسه جدا. ماشي مين عنده حاجه ثانيه شايف الموضوع؟ ايه؟ ديزاينز. مثلا بقى احنا عرفنا معلومه دي عن نفسنا. عارف دي قدام شويه لما بنيجي نبني بيرسونال براند اول حاجه فيها بنسميها الباور بيكس. عارف ايه منبع الباور بيكس؟ السيلف موتيفيتنج سكيل. سعرك هيبقى اغلى لانك بتعرف وتحب. فاهم حاجه؟ فاهمين حاجه؟ عمرك ما هتلاقي بيرسونال براند مبني على مهاره بيكرهها. مش هيعرف. يومين هيهلك. شوفوا لكم حد ليه بيلعب اللعبه دي؟ انا مش قاعد. بس يا اما بيعملها بالحب فتيجي معاه بالستر، يا اما بيقعد يليس ويلصق وما يعرفش هو بيدور على ايه. فيتقلب كونتنت كريتور. فاهمين حاجه؟ لا. بتجاملونا عشان نعدي اليوم. بيبان على وشوشكم. انا هشرح دي عشان انا حاسس ان انت عايز تفهم. الشخص اللي مش عارف هو بيحب ايه وبيعرف يعمله بيفضل طول النهار يدور على حاجه هو مش عارف ايه هي، بس هو بيدور. فلو جيت بصيت له من بره على المحتوى اللي بيحاول يبرزه للناس بما انه يعني بيبني بيرسونال براند هتلاقيه متبيع. يعني بيدور على حاجه بس هو قادر يمسك ايه هي الحاجه. يعني ايه الكرايتيريا اللي لما الاقيها مثلا في السكيل دي اروح اشتغل فيه؟ هو مش عارف عيب بس هو بيدور على حاجه. ده كويس ان هو بيدور. مش زي التاني صاحبنا اللي كان متخيل ان هو عارف. فده الكبير انترست، الكبير فاليوز والبيرسوناليتي والموتيفيتنج سكيلز. اخر حاجه ودي مهمه. كان ليا منتور قال لي جمله حلوه. قال لي يا عواره احنا مش مهم نسال نفسنا احنا بنشتغل ايه. المهم نسال نفسنا احنا بنشتغل ليه. البيج واي اللي هو بالبلد كده يعني. لما ربنا يقف يسالك يقول لك تعالى هو انت كنت بتعمل اللي بتعمله ده ليه؟ هتقول له ايه؟ حاول تسال كده في السؤال ده ثواني. فكر. هتبقى ايه الاجابه؟ خلي بالك انت بتجاوب مين؟ بتجاوب ربنا مش المدير ومش الاتش ار ومش عوار. يقول لك تشتغل؟ كنت بتعمل ده ليه؟ فكر كده. ايه ممكن امثله الليه اللي نقولها لربنا؟ وحابك تشاركها معايا. ايه؟ عشان افيد واستفيد. ماشي، ايه كمان؟ ده فرض كفايه مش عيب. كلنا هنسال. اليهودي والبوذي كله هيسال. الواي بقى جابك انت ليه؟ كويس. مين بيختم الاجابه؟ اتفضل. ودي بتفرق على حسب المرحله العمريه اللي انت فيها. فانا مثلا خليني اقول انت لو سالتني حاليا في الوجود اللي انا فيه دلوقتي انت هتشتغل ليه؟ اقول لك عشان اكمل نص ديني. طب بعد ما اكمل نص ديني واتجوز اكيد الاجابه هتختلف. عارف دي اسمها ايه؟ الفاليوز. لا لسه
عن السؤال ده اللي احنا بنسميه اللايف بيربس. لماذا نحن هنا؟ ده مش طلعت سبونج بوب، ده طلع بجد. احنا هنا ليه؟ وقت اكيد انا اسمع احمد اكيد، بس ده سؤال. تعال بس نعرف الاول، لما نعرف الاجابه على السؤال ده هيفيدنا في ايه وبعدين اقول لك يعني ايه. وقت ما تعرف ان انت محتاج تدور على سؤال انا بشتغل ليه مش بشتغل ايه، وقتها كل الجوب تايتلز والكارير باس هتبقى ادوات مش غايات. مش هتشغل بالك قوي التايتل بتاعك اسمه ايه. اقتربت صلاة مش هتمسكني بقى اصل حلم عمري اتدمر عشان ما دخلتش كليه صيدله توكس، او براسعك سؤال في راسك ليه اخترت صيدله؟ لا هو حلم عمري. ده حلم عمري بتاع احمد، ده الفيلم اللي هو بتاع محمد هلال ده ولا اسمه ايه؟ ده مش حلم عمري. حلم. وقت ما هتعرف البيج واي اي شغلانات حلال تبقى بالنسبه لك اداه. اي دونت كير. ببص كده طالما الواي شغاله انا معاك. مش هتبقى شاغل بالك اسمك ايه؟ على فكره هتبقى اغلى من فقره بتايتل. يعني اي دونت كير اسمي ايه؟ مش مهم. المهم اللي انا بعمله ده هيتسكن في ايه؟ ده المهم اللي هو بقى سميته بقى عباده وسميته تسليم وكل الكلام الجميل. طيب ايه بقى فرق اللايف بيربس عن الفاليوز زي ما الراجل المحترم ده قال لنا عليها؟ انا النهارده لو هتخيل نفسي مش عارف الواي، قلت لك اكزامبل عشان تعرف اهميه معرفتها، مش عارفها. وبعدين جينا في شهر 2 في شتاء خالص وعندي تريننج في اسوان الساعه 8 الصبح وانا من التجمع. سفر تقريبا 18 ساعه، افضل واقف 8 ساعات اشرح والجو ساعه تلج وانا حابب التريننج. في الغالب هشد اللحاف وهنام. معانا مين ده يا جماعه؟ تروحوا حد تاني صح؟ طب لو انا كان عندي واي، انا على فكره ايام متقدم، ايام ساعات، ايام بدع على الناس كلها، بدع على الكريم، بدع على نفسي، مش عايز فلوس، سيبوني انام بس انا هنزل. ليه؟ عشان بأعد للسؤال جواب. انا هنا ليه؟ تخيل بقى وانت وانا رايح اسوان، يا سلام، على الرغم واحد تاني اسمه عبد الستار رايح يدي نفس التريدنج وعمل نفس الحاجات ويمكن رايح مبسوط وفي فراشات بتطير وسعيد جدا ومات. مش عارف دي بتترجم ايه؟ ليه؟ ما هو بصوا سايمون سينك عمل نفسه محنك وراح عمل كتاب اسمه ستارت ويز واي 400 صفحه. احنا هنبقى قلنا عليها انت بتعمل ده ليه؟ مش محتاجين 400 صفحه كده. ولا سايمون سينك بقى يجي يعرفنا احنا بنعمل ده ليه؟ ولا ايه؟ فلما اجي ابص كده هو انا ايه اللي مخليني سايب الصيدله وسايب القعده الحلوه والبلط الجميل وطبعا عينيا في ان انا ادور وابحث واروح محافظات ولايف واونلاين ليه؟ بالنسبه لي لو مفيش ليه واضحه انا من 2016 كنت سبت المجال مش هكمل. بس ساعات موست بروبلي كده عشان تتخيل ان انا يعني كنت تنين. عارف انا الواي بتاعتي عرفتها امتى؟ من سنه ونص. انا كنت بدور عليه. والله ما فاكر. كنت كل شويه اسال نفسي السؤال ده، هو انا اللي مصبرني على الارض ده؟ مش بلاد ده، مش القرف ده اللي هو انتوا الشغلانه. لان هي مش سهله. فكل ما اسال السؤال ده، هو انا اللي مصبرني على الكلام ده؟ بحبها مش كفايه. مش كفايه. بس عارف بقى بدات تبان امتى؟ انا تعبان واخد مسكن واخد على بسط عضلات وداهن موف ومتشاكل. انت شايف حد جميل واقف لابس اسمر على رصاصي بس ما تعرفش ايه اللي جوه. صح؟ ما تعرفش ايه اللي جوه. لو الواي مش موجوده وربي ما هنزل. انا واقف رجلي بتزن. ما بعرفش اقول رجلي بتزن. انا راكب مسافه مصامير ومعقد في ظهري. فلو الواي مش موجوده انا مش هاجي فكك. انا وعلى فكره
هيبقى عندي بدل الشماعه 1000 علقه. والله ما بهزر. لا بصوا مش قادر. واتس نيكست؟ انا موسى كنت قلت في جنب وهنكمل مش حياتنا معاك. عرفت الواي بتعمل ايه؟ هي تستحق تدور عليها ولا لا؟ دنيا واخره مش انا بس. دول كانوا 5 elements اوف السيلف اويرنس. سيلف ديسكفري، سيلف اويرنس، كارير، اوبشن. ايه المسار بقى اللي انت هتمشي فيه؟ اخترت المسار، كارير وديفلوبمنت، هتطوره ازاي؟ اخر حاجه بيرسونال براند او هويه. شفت البراند دي امتى؟ على السوشيال ميديا بيبداوا بالعكس. بيرسونال براند. طب انت بتعمل ايه؟ مش مهم، تعال نبص. هنعملها بايه؟ يبقى ديسكفري، اويرنس، كارير اوبشن، ديفلوبمنت، بيرسونال براند. معانا 10 دقايق هتسالني وانا اتشرف ان انا اجاوب او عندي علم. مين عنده سؤال؟ اتفضل. لا الواي بتاعتك. انا شغال تريدر من 2015 مش المجال. انا عرفت اجابه ليه شغال ليه 6 سنوات. ليه قفلت البيزنس؟ الواي لازم لما جيت احلل تفسير آية من زكاه ممكن تقولي لي ايه تعريفها؟ فالعمل فجورها وتقوى قد افلح من زكاه. حاولت كده افهم يعني ايه زكاه، يعني اعمل ايه؟ ممكن تشاركيني؟ اللي هي محتاجاها. هي محتاجه ايه؟ محتاجه اي حاجه الا الراحه. فكري بيه. ما اصل لو رحت تحت يبقى انا جاي العب والعب. فالدنيا اصلا كلها قايمه على ايه؟ عكس الراحه. وده مبدا اقتصادي بحت. يعني احنا كبني ادمين بنحب اي حاجه فيها دماغ. لو هتقول لي يا لهوي لسه هدفع رجلي، ما تخلي حد. ده هم في الامارات عملوا روبوت بتاع رجلي. شفتيه؟ اللي هو بيحركني بالعافيه. ده احنا رايحين في ده. والله بجد، بس هي ما علينا. فلما اجي ابص كده اي حاجه غير الراحه من زكاه. بتبدا بايه؟ انا مين؟ لما اعرف انا مين، اعرف انا هنا ليه؟ لما اعرف انا ليه، اعرف انا بعبد مين؟ لما اعرف انا بعبد مين؟ مين ربنا؟ فانا بزعم مثلا مش عارف ايه السؤال ده. محدش قدر سأله لي في حياتي عشان كنت دايما بهرب من الاجابه عليه. بس انا هحاول الاقيها. بزعم ان انا لا امتلك لا معلومات ولا مهارات. بس انا بزعم ان انا بمتلك مايند سيت. لو انت عوزت يعني هتبهت عليكي لما تدخلي القاعه دي غير لما تخرجي منها. ده اللي انا بدعي المصمم وقفت عليه. فانا لا امتلك مهارات، في ناس كتير قاعده هنا اشطر مني، ولا امتلك نولج، في ناس برضه اعلى مني. بس انا قوي جدا في حته المايند سيت. ودي حاجه انا يعني بمحض كرم من ربنا هو وراها لي من سنه ونص. فقدرت اتوقع بقى في اي حاجه. في الكوتشنج، في الكونسلتيشن، في التريننج، في الصيدله، في العلاقات، في اي حاجه. لا قادر اخليك تبص لنفس الموارد بنظره ثانيه. مش محتاجه، انت مش محتاجه فلوس ولا امكانيات ولا ادوات، محتاجه تظبطي الحته اللي جوه دي هتلاقي الدنيا بقى. فده اللي انا بدعي الواجب بتاعتي. يس. طب لو هو شخص اصلا يعني انا اعرف حضرتك لو هو شخص مثلا بيتاثر بضغط اللي حواليه قوي، يعني ممكن ضغط المكان او ضغط الناس اللي حواليه تاثر على تفكيره. ده صح ولا ده طبيعي اصلا؟ عشان يعمل ايه؟ ينمي مهاره بقى يتعامل كده لو طلب منه حاجه فهو ضغط الناس اللي حواليه او الفتره اللي حواليه هي بتاثر عليه هي بتمشيه. اقول لك حاجه. لو حضرتك دلوقتي قاعدين وانا نجيب كده وقعدت اكلمك في الغالب هيقولوا نجيب كورس بتاع عمل مش هيقولوا هم ايه الاسهل؟ ان هم كلهم يقفوا ولا انا اقعد؟ ان انا اقعد. فلما نيجي نبص على المبدا ده وسؤال زميلتنا لما بتاثر باللي حواليا
ده قانون الهي. ما طبيعي كده ان واحد في خناقه. بس لو الناس دي شلناها وجبنا ناس ثانيه هيقولوا لك ايه؟ هو انت قاعده ليه؟ بتقومي ناس ثانيه. عشان كده اللي قتل 100 نفس اول جمله قالت له امشي. امشي. الناس دي لازم تقعد الارض دي وحشه. طب انا النهارده ما عنديش ارض خصبه فيزيكلي، اختراعيها فيرتشوال. صاحبي بودكاست، صاحبي شكله اب، صاحبي بنت، مش صاحبي. الناس احنا في عالم نبش قلنا اب ان يبقى صحبه فيرتشوال. فلو مش موجوده اخلقها. ليه؟ ودي ممكن توجعك شويه بس هتكلم عن نفسي عشان ما تاخدش الكلام ده لان مش دايما ببقى انا ماتيريال صالحه ربنا يوقعني في طريق ناس صالحه، ممكن ابقى ابتلاء ليه فمش هيوديني. فقبل ما انا اقول انا عايز ناس عدله هو انا عدل؟ ده السؤال الاهم. لان انا مش هكون عدل مش هيجيني بحد في طريقه يوقعني. ما هو اصلا هربان من الناس دي. فاكيد ربنا مش هيجيبني بعده يوقعني هناك الا لو في اختبار ما احنا نعرفه. بس انا بتكلم على القاعده العامه، عمر ما ربنا هيبتدي بحد بيحاول ما حد يوقعه. ولذلك قالوا فينا. فبالنسبه لي عشان يديكي شغله بقى ان انا ابقى صادق، هو انا ينفع؟ انا ماتيريال عدله الناس تحب تصاحبني اصلا ولا انا رايح في داهيه ولا ايه؟ فهم حاجتين. الكومنت اللي جنبك ده الديفولت هيبقى مش افضل حاجه، فرايح يا رب ترجع عند الله. الحاجه الثانيه انا ماتيريال عدله الناس تحب تشتري. هذا الله اعلم. مين عنده سؤال؟ انت اتكلمت عن اللي مش عارف اصلا الواي بتاعته. طب اللي فاكر ان هو عارف الواي بتاعته. اديني مثال. هو مثلا على طول بيسعى ان هو يخلص الكليه الفلانيه. ده الهدف بتاعه، ده الواي بتاعه ان هو يخلص الكليه. دي مش واي. دي اضحوكه مجتمعيه. بص عايز افكر معاك بشكل ابستراكتيف مجرد يعني. بحاول اتخيل كده ربنا مسميك ايه يا عم؟ هل مسمين عوار المدرب اللي كان في صيدله عامله كارير شيفت؟ عوار العبد. فاهم حاجه؟ فكل التايتلز اللي احنا بنحطها علينا ليميتد مش امباورنج. يعني هي مش بتديني لقدام، بترجعني لورا. فالواي اللي انت بتقولها دي انا عايز اخلص الكليه، ما هو لازم هنخلصها. بس في واحد بيقول لا انا مش فاهم اللعبه دي، انا مش هكمل. السؤال الاهم، انت قادر تدفع ضرائب الاجابه اللي انت قلتها دي؟ يقول لي اه. انت متاكد؟ يقول لي ايوه. طب اديني مثال. هو قايل له بالراحه خالص، بالراحه. انت واحد قررت تدور على الحاجه اللي بتحبها، حقك. اتجوزت، جبت عيل. اول سؤال في الحضاره، بابا شكالي مهندس مقاول اجمد بروجرامر في العالم، خريج كليه ايه؟ لا ما تقوليش تعيين، خده وروح. ما اعرفش. ليه؟ فلتريشن. الاب ده مش هيبقى بيئه صالحه لتربيه الطفل ده، مش متعلم. شفت بعد كل الهرج ده؟ انت مش متعلم. بلاش ده. معامله مجتمعيه، انا مؤمن ان الجيم رولز لازم نحترمها. سواء انت عاجبك بيها او لا. يعني احنا مثلا ما بنحبش العنصريه، احنا كلنا عنصريين. ما بعرفش والله، ده باي ديفولت. فيبقى انا لازم احترم ان في ناس عنصريه وانا اولهم. هاو تو هاندل ذس، مش هاو تو تشينج عشان اغير. بس انا عارف اتهندل مع الناس دي. طب اسالك سؤال. هقول لك حاجه عبيطه قوي. البطاقه بتاعتك وانا بعمل تسجيل الشركه، الراجل بيقول لي تقدر تعمل حر ولا صاحب عمل؟ لو انت مكاني هتعمل ايه؟ ليه؟ اقسم لك بص واحده قريبتنا تعبت مره وراحت تطورت. محدش يخش معانا يا اتفضل يا دكتور. بتنفع ايه؟ وقفنا بص اي حته ده دكتور. حلو عقده النقص دي شغاله هاخد فايدتها. اعمال دي بتجيب لي فلوس. حلو. طب البرستيج بالبضاعه وربنا عملها لك لسه مجددها الشهر اللي فات. والله ليه؟ دي جيم رول هحتفظ بيها. هل انا متفق مع الكلام ده؟ لا. بس احنا دي بجيم رول مش عاجباك اخترع عليها. بس ما احزنش. لا غير.
هعرف. فبالتالي لو انا متخيل ان الواي دي ان انا خلاص كونكت دي مش واي، محتاج مرحله احنا اتحطينا فيها. وبالتالي الريزيستنس او المقاومه عشان تثبت اللي حواليك ان دي مش بتاعتي، انت بتعمل في حرب خسران مش هتكسبها، لان انت بتراهن على وعي اللي حواليك، وده كده زي ربط الرجال بالبيكر. طب انت بدات الكلام اصلا بان انا مثلا احمد العب نقطه، وبعد كده اكمل مع الجيم رولز. معظم الجيم رولز مثلا ما بتمشيش مع الجزء الاولاني ده. ايه الجزء ده؟ منها اللي هي فكره العنصريه. ده ما بيمشيش مع كونك عبد صالح، فاهم؟ ما هو بص، لما راح العالم قال له امشي، ما قال له هات مايك وحديده وروح اوعظ الناس بقى ان هم يبطلوا يقتلوا. لا، قال له امشي عشان انت مش تقدر على كل دول. في الاخر النبي قال له واصبر نفسك. ده النبي هو مش لوحده كفايه، ده لينا احنا. واصبر نفسك، انا مش هعرف اعمل حاجه وعليا بنفسي. اذا كنت انا مش عارف اعمل ده بنفسي، اروح اخلي الناس ما تبقاش عنصريه، يبقى انا بقى راجل عبيط مش فاهم حاجه. فهي بالنسبه لي انا من عندي ثم اللي بره مش العكس. يبقى ما بيمشيش مع الجيم رولز كلها برضه. لا، في قاعده كده قبل كده يقول لك ايه؟ اعرف القاعده ثم اكسرها. طب هي القاعده الاول ان احنا عنصريين، اكسرها ازاي؟ لما يبقى عندي فاليو ابر هاند على العنصريه. لكن طول ما انا لور هاند حط سمك فوق. انا ما غيرتهاش برضه، انا هندلتها. عارف زي ايه؟ زي مثلا موظف رايح يشتغل في شركه بسنه، اتقال له انت حقك تاخد 5000 جنيه. قال له ماشي. في واحد تاني ذكي عنده تراك ريكورد محترم وعنده اونلاين بريسنس محترم والناس عارفاه. فقال له 5000، قال له لا 13. مش معنى الرقم ده ايه؟ هو اداني قال كده رغم ان الجيم رول بتقول 5. هو ليه كسر الجيم رول؟ عشان الجيم رول بتاعته عارف ان الموظف العادي الكندر الطبيعي جدا اللي هو بيجيب اي شوكولاته 5000 جنيه. هو ليه بقى كلم ورفع صوته؟ ماي فاليو از 13. والله بقى تعالى اتكلم 12 ونص 10. امتى؟ لما عرف القاعده وهو راح غيرها. ما راحش قال لهم يا جماعه على فكره حرام عليكم ان انتوا بتستعبدوا الموظفين. ما حدش يسمعك. ما حدش يسمعك. بس يا جماعه انا شاطر وقوي في ده. يو ار ويلكم. تعال اتفضل نشوف الكلام ده منين. فهمت قصدي؟ فانا بعرف القاعده عشان اعرف اكسرها على الاقل، لكن انا اصلا مش عارفها. اعمل بيها ايه؟ الله اعلم. مين عنده سؤال تاني؟ بالنسبه لي اول مرحله هي الواحد هل هو هتقدم الحاجات الجديده او المايند كل حاجه ده هو اللي يس. اديني مثال، سؤال حلو قوي. اسمع حضرتك ايه؟ عائشه بتقول لي هي مرحله الديسكفري. انا الانسان يجرب يعني كده؟ يس، ده اول بيلر فيه ان انا اتراي وايرور. اتفاجئت ان في واحد من اعلام الكوتشنج يعني اسمه ريتشارد مودال. الراجل ده بيقول لك ايه بقى؟ ان مرحله العشرينات مرحله التجربه برخصه ومحدش يقدر يكلمك. انا هقول الجمله دي تاني، مرحله الايه؟ واحد عنده 15 سنه، دكتور انا محبط جدا انا مش لاقي نفسي. هتلاقيها في كارفور جوه على الشمال. ايه اللي انت بتقوله ده اصلا؟ 24 انا مكتئب. ليه يا حبيبي؟ مش عارف انا عايش ليه؟ عايش عشان تسلم. انت عشان تسلم قدام 24 سنه انت بتقول ايه اصلا؟ اصل صاحبي فاتح ستارت اب. هو يعني ايه ستارت اب؟ روح اساله كده والله ما يعرف بجد. ففكك من الحاجات دي. فرقم واحد التراي يقول لي يس فاهمين. رقم اثنين القرايه، والقرايه هنا مش كلمه معديه. في كتاب معين حضرتك بتلتزم بيهم؟ مين بس؟ حلال لا شيء. ممكن تسألي نفسك يا عائشة هو انا اللي بحب الست دي؟ مش دلوقتي. ده أمك. إيه اللي أنا بيخليني أنجذب دايما للست دي؟ هو أنا اللي بحب أقرأ أحمد خالد توفيق الله. وأنا بحب أسمع عنه. وأنا بحب عارفة إن هي بتعمل إيه؟ بتعمل حاجة اسمها الميرورينج والبروجكشن. بتشوفي نفسك فيها. فأنا عاجبني قوي المايند سيت بتاعتها في التربية. بس عاجبني المايند سيت بتاعته في الديمقراطية. بس عاجبني الكتابه بتاعته في الحريه. عارف الحاجات دي بتبقى فاليوز. عرفتها منين؟ لما شفتها في حد فعملت لها اسقاط. ده رقم 2. رقم 3 سمعت تجارب ناس فشلت كتير. لا ناس فشلت كتير. ليه بقى؟ هو اللي فشل ده فشل ليه؟ عشان عاوز ينجح. طب لما ينجح اعمل ايه؟
دي حكالك اللقطه الحلوه مش عايزها، دي كل الناس هتشوفها. وانا بقى ممكن اعرف التاريخ كده ازاي؟ احكي لي كده حته بالغلط اللي محدش كان يسمعها. لان انا بلاقي حياتي بتتقال قدامي. طب ما حلو بقى مش لوحدي يا جماعه، بس احنا ما حدش بيهتم بيسمع كده. احنا الله حاجه شاينه، قول لنا بقى انت نجحت ازاي؟ ايه الهبل؟ فلما تيجي تبص على النجاحات اللي في السوق او اللي على الساحه، هي تقريبا سكريبت وبنغير فيها مصطلحات. لكن هات نفس الشخص يقول لك انا فشلت قد ايه؟ بتهتمها. احسن بكتير من المهارة كانت حاجه شويه بالتاني. ودول اكتر 3 حاجات اعتقد ان هم فرقوا معايا في حته التسكير. الله اعلم. هنا عندي سؤال يعني انت حسيت لقيت نفسك فعلا؟ لا انا راضي متصل. انا راضي الله يرضى. يعني ايه بقى؟ السؤال ده جميل قوي. بيقول لي هو انت مبسوط؟ تعال اشرح لك السؤال ده عشان اقول لك اجابتي جت منين. هو الانبساط ده ايه؟ شعور. والشعور ده ايموشن. والايموشنز دي كيمياء. لو انا علقت حياتي على الكيمياء هتبقى حياتي عامله ازاي؟ متبهدله. فانا لما ابقى الخزانه رايقه هنزل اكل عيش. لما تبقى الخزانه مش رايقه هقفل الحنفيه. فانا كده راجل سفير قوي. طب ايه بقى مختلف عن دي وراضي؟ انا راضي انه اسمته لما جه وسع الاجزاء ما ادانيش صح. بس هو ده حاجه ثانيه كتير. مش هسيب بقى انا اقعد اقول بقى هو انت ليه؟ طب انا ليه ما سالتوش في التاني؟ يعني انا ليه سالته وقلت له هو انت ليه ما اديتنيش صح؟ طب ما مين يقول له هو انت ليه اديتني فلوس وعلاقات ونزول؟ لا ما بقولش كده. عشان انت لكن كلنا بنشوف الناقص ونساله هو ليه؟ عيب. عيب اصلا. عيب تسال السؤال. لكن احنا مش بنسال التاني. هو انت ليه يا رب اديتني كل الحاجات الحلوه دي؟ عمرك عملت كده؟ نعمل العكس. لو انا علقت حياتي على الايموشنز مش هينفع نكمل. لكن لو علقناها على الباكج دي كلها على بعضها انا راضي. هتلاقي الموضوع بقى يوسف كده احسن. اي ثينك اعتقد. لو انا هسيب لكم حاجه ادعو ان تكون هي الحاجه اللي تطلع بيها الارض، هو ان انت كفايه تسال نفسك ليه؟ اسال نفسك ليه؟ الوايز ليه بتاع كل حاجه. هتلاقي نفسك بقيت اهدى. لا هتقارن. لان انت اصلا ورقتك هتجيبك انت مش فاضي تجاوب. بتقارن بمين؟ ولا هتبقى فايق تشوف مين احسن ومين اسوء. لان انت اصلا مسطول مش ناقص. وبالتالي الواي افضل بكتير من الايه. ده سؤال جميل قوي. بتقول لي اعرف الواي ازاي؟ ممكن نكتب عشان هتنسوه. اول حاجه لو بكره الصبح ربنا استرد امانته وانتقلتي الى الرفيق الاعلى هتبقي سايبه للناس اللي وراكي دي جواب هتبقي كاتباتهم ايه؟ ده اول سؤال. فاهم حاجه؟ الرثاء او الوصيه هتكتبي ايه لو النهارده اخر يوم ليكي في الحياه؟ هتبقي سايبه ايه؟ رقم 2 شو انت بتلاقي ناس لما شريعه الجنازه بتحط المرحوم وتقفل التراب وتقول له الله يرحمه كان في كلمه بتتقال. في كلمه بتتقال لو انت شفت 40 واحد قاعدين في ميتم هيجتمعوا عليه. لو انت مت بكره الصبح وقالوا الله يرحمه كان المرحوم كان هتحب يبقى كان ايه؟ على فكره الاسئله دي مش هو ده بيكتب. فاهم حاجه؟ لو انا روحت البيت هعمل قهوه جوه لا عشان بس لما ما تلاقيش اجابه ما تخبطش. دي تكست تايم. دي رقم 2. رقم 3 ايه الحاجه اللي دايما شاغله تفكيري في يوم بصحى افكر فيه حتى لو مش عارف احققها. بنام بفكر فيه. اتكلم مع اصحابي على القهوه اتكلم فيه. اقعد في بودكاست اتكلم فيه. حد يطلع في التلفزيون يتكلم اجيب القران. ايه الحاجه اللي عايش نايم رايح جاي بتكلم فيها؟ قلت الحاجه مش الشغلانه. دي اسمها لايف بيربس مش كارير بيربس. حياتك كمان. رقم 4 ودي حته كليشيه بس هترجمها عشان تفهمها. كلنا بنفضل نقول الجمله المفتعله بتاعت عايز اسيب اثر سيب اثر. ممكن تديفاين يعني ايه اثر بالنسبه لك؟ يعني معنى اصح يتقاس. يعني لما ايه يحصل يبقى انا كده سبت اثر. اجابه كل
الاجابات دي بقى هتاخد معاك سنين. في واحده انا بدرب في وزاره الاتصالات، في واحده اسمها ابله شيماء، دي بتعمل قهوه بقالها 3 سنين بتعمل سكوبات قهوه. تعرف شيماء دي ممكن تكون سايبه اصلا اجمد من اجدعها انفلونسر في الصالة من على السوشيال ميديا. اقسم لك بالله دي مثال بسيط. هي شيماء دي بتعمل قهوه؟ لا، شيماء دي بتنشر علم. فكر فيه. ايه السبب يعني؟ سبب من ضمن الاسباب. هي مش شيماء دي بروح اقول لها صباح الخير ممكن تعملي القهوه بتاعتي؟ ليه بشرب قهوه؟ عشان افوق. ابقى مودي احلى. طب انا لما مودي يكون احلى وافوق وانا بشرح هيبقى ايه الدنيا؟ تبقى احلى. شيماء هتروح في ميزانها تلاقي علم ينتفع به. لو انا رحت النهارده لشيماء وقلت لها شيماء انت على فكره مش بتعملي قهوه، انت بتساعديني اشرح. عارف تاني يوم الصبح شيماء هتيجي الشغل عامله ازاي؟ لابسه دريس بتشيكها. والله العظيم ما بضحك. لان هي مش شايفه كوبايه قهوه خالص. هي شايفه حاجات عماله تطلع واثر انسان واجيال تتربى وهي قاعده بتعمل قهوه على النار. بس بالتالي دي المين اوف واي. انا بعمل برزنتيشن؟ لا. احنا بنعمل لينكد ان؟ لا. احنا بنفتح شركات؟ لا. فاعتقد ان لو حضرتك حاولتي تجتهدي في الاجابه على الاسئله ربنا في يوم من الايام هيوصلك للعلم بتاعك. تاني والذين جاهدوا فيه. جاهدوا فيه. مش صح من ضمن اول الوجه بتاعتك تحسين. ليه دايما ان انا اقول واي والاجابه دايما قدامي؟ اديني مثال. يعني عندك مثلا هو ربنا لما خلق البشر خلقهم ليه؟ يعني عشان بتعمر الارض وبعد كده تعبرها، العبور ده اللي هو الموت وبعد كده بتموت. يبقى كده عدد في الليمون. ها؟ يبقى كده العدد في الليمون. عارف المثل ده؟ حاشاه لو اللي انت بتقوله ده منطقي جدا كان ربنا اكتفى ب1000. ليه؟ بالملائكه. ماشي، ما في اسباب. حلو. اسباب عواره زي اسبابك؟ لا ماشي. تحقيق الاسباب دي محتاج واي ولا غير واي، كلها بنعبدها. فهمت حاجه؟ احنا بنسميها نورث ستار. نجمة الشمال، احنا مش بنوصل لها بس بنمشي على هداها. انت عمرك ما هتوصل لها، لان وانس وصلت لها انت اكيد مش هتكون هنا. هتبقى في حياه البرزخ. فاهم؟ خلاص؟ لسه؟ مين عنده سؤال؟ هو الواي بتاعتنا كلنا تقريبا برضه مجتمع في حاجه واحده تقريبا يعني، وهو انك كده كده في الاخر هتبقى انت بتساعد غيرك. هتبقى انت ايه؟ بتساعد غيرك. بتساعد غيرك. صح كده؟ تعرف لو انا فعلا هلخصها ممكن الخصها في العطاء. عطاء؟ في العطاء. اشمعنى؟ بتساعد ايه؟ ما هو لما ربنا قال مما تحبون وربطها بالايمان. ربطها ايه؟ بالايمان. اساس الايه دي ايه؟ انفاق. طب الانفاق ده ايه؟ عارف في قانون بوسي كده اسمه الكارما. معناه اللي بتدي بيه ايدك. عايز اشوف الناس خير اعمل خير. عاوز اشوف الناس واعي خليك واعي. عاوز اشوف الناس منتجه خليك منتج زي مصطفى كرم. عاوز اشوف الناس حلو خليك حلو. عاوز اشوف الناس شيك خليك شيك. صح كده؟ طب احنا بقى في ديننا قال لك ايه؟ مما تحبون. مش انت يا باشا عايز الناس كلها تبقى حلوه؟ خليك حلو عشان لما امشي واقول حضرتك حلو انا عايز ابقى زيك. مش الناس كلها بقت زباله قوي. طب انت وضعك ايه؟ لا انا مش مهم انا فوق الناس. صح؟ طب ما ده سفاهه. فلو انا هلخص فعلا اللي انت بتقوله ده هو الامباكت اللي احنا بنقول اثر هو يعني ايه اثر؟ دي فرق عرفت؟ بس كله هيقول في الاخر ان انا بنفع حاجه. حتى لو حيوانات في الشارع بنفع حاجه. وصلت؟ ها هي اجابات الواي دي بعرفها منين؟ الواي ولا منين؟ تاني كده؟ اجابات الواي بعرفها منين؟ الحاجه الوحيده اللي فيها من الخمس اسئله ما بنعرفهاش من بره هي الواي. بتتعرف على المكتب. عشان كده قلت لها 4 اسئله ما فيهمش حاجه اكسترنال فاكتورز. كلها ليا انا يس
كلها ليا انا، مش حد هيساعدها لي. انا ممكن اغش وايهات كتير اشوف الناس بتفكر ازاي، بس ما اخدهاش كوبي بيست، لان هو دي بتاعته هيعرف يعملها، انا هعرف اعمل ده ولا لا؟ يعني مش لو جربت هعرف اجابتها؟ ممكن يساعدك تجيب اجابتها، بس الواي دي فيري انترنال، هي جذور حضرتك هنا ليه؟ محدش عارف يديها لك اصلا، بس ممكن تشوفي حاجات اي اوبنرز بتاع لك ايه، ممكن تلاقي قصص ناس شبه حياتك شويه، انا ده وهكذا، بس هي مش هي اللي هتجاوب لك السؤال. وفي الاخير ثانك يو سو ماتش، انا اسمي احمد عواره، كارير استراتيجيست وبيرسونال براند كوتش. الهدف الوحيد ان انا اساعدك تشتغل الشغلانه اللي بتعرف تعملها وبتحبها وتجيب منها فلوس حلال. ثانك يو سو ماتش.